سعد المجرد يواسي دنيا بطمة. أتمنى أن تكون بخير وصبورة ومقتنعة بأن لكل شيء نهاية. خليكم مع التفاصيل. أكد النجم المغربي سعد المجرد أن عدم مشاركته لمنشورات تخص الفنانة دنيا بطمة المعتقلة بسجن الولاية بمراكش على خلفية الحكم الصادر ضدها بسنة نافذة في القضية الشهيرة بحمزة مومبيبي لا تعني أنه لا يفكر فيها أو أنه لا يتضامن معها. وقال المعلم خلال لقاء صحفي أجراه بلبنان أثناء إقامته لحفله الفني بمناسبة عيد الفطر: أتمنى أن تكون بخير وصبورة ومقتنعة بأن لكل شيء نهاية، وكل شيء سيمر وإن شاء الله خير بإذن الله، وتكون عارفة بأن قلوبنا معها. وأضاف المجرد: رغم أنني لا أكتب أو أنشر تدوينات وصور عنها، أهم شيء أنها في القلب والعقل، وأفكر فيها دائما لأننا نحبها وندعمها في أزمتها. وتفاعل العديد من متابعي المجرد ودنيا بطمة من مختلف دول العالم مع تصريحاته، معربين عن سعادتهم وفخرهم بالتلاحم والمساندة العلنية والسرية التي يبديها فناني المغرب مع بعضهم البعض في مختلف الأزمات والمحن. وكان صاحب أغنية عندي فكرة من أول المتضامنين مع زميلته الفنانة دنيا بطمة في الأزمة التي تمر منها الفنانة دنيا بطمة. وشارك المجرد عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام صورة لها أرفقها بتعليق جاء فيه: الله يفرج همك أختي دنيا.